سألت نفسي كتير، هو احنا ليه مش بنتكلم بالفصحى؟ وليه أهملنا في اللغة بتاعتنا؟ بس الصراحة لقيت خيالي راح لحاجات عجيبة. يعني تخيل كده معايا، لو احنا في المواصلات وكنا بنتكلم بالفصحى. هيا بنا لنغادر أيها السائق. تمهل يا برنس، إننا ينقصنا أحدهما. إذن فلتأخذه من الطريق. ماذا تأخذ بآخذه؟ الراكب، لا تذهب بعقلك لبعيد. ظننتك تقصد كلمة خارجة. هيا رمسيس، تعال أيها الرجل حتى نذهب، هيا. طب والله هيبقى دمنا خفيف، حتى مثلا لو سفينا على بعض في قعدة قهوة. يا قزقز، أأتني بكوب من الشاي. وفنجان من القهوة السادة يا قزقز. يحكى أن هناك رجل صعيدي جلس على الشاي بدلا من القهوة. يا لك من قديم يا عاطف، إنها مزحة عفى عليها الزمن. اسمع تلك المزحة. يحكى أن هناك رجل يدخن الحشيش في المرحاض، ثم نظر لبنطاله وقال: تبا لقد سقط مخشيا عليه. اهو دي نكتة سخيفة الصراحة، بس بيني وبينكم النكت هتبقى صعبة أوي لو بالفصحى. بس تخيل بقى معايا لو قامت خناقة، هيحصل ايه؟ أيها اللعين، سوف أقتلع عينيك وأضع مكانها حفنة من التراب. كف عن تلك البلطجة. إن ظننت بأن كرمي خوفا منك فأنت لا تعلم من أكون. أنا الذي صفع وجهك غصب عنك وركلت رأسك التي تشبه السلطعون. إذن أنت بدأت الهجاء حسنا. اسمع في تلك المساحة الشاغرة كانت هناك عاهرة تدعى. يختي، بس دي قلة أدب يا راجل. بس برضو لغة لها هيبة وتنفع لو كنت ضابط شرطة. أنطق يا وغد، لماذا سرقت الحقيبة؟ أقسم لك برقبة أمي أنني لم أسرق شيئا. حسنا يا روح أمك، سوف أجعلك تتحدث. أنا اليوم جالس لك مخصوص، وسوف أبرحك ضربا إلى أن يظهر لك صديق. أنطق أيها اللعين، لماذا سرقت قبل أن أفقد أعصابي؟ أنطق يا وغد، تكلم تبا لك ولأبيك. هيبقى عسل محمد بيه بيومي والله، ومش هيغلب، هيجيب سيرة الأب والأم، إن شاء الله يكون بيتكلم بالإشارة. وكمان برضو إحنا ممكن نستعمل اللغة لو أنت بتعكس واحدة. تماهل يا غزال، فالقلب مال لهذا الجمال. يا سام، أتعلمين أن شمس الدنيا تشرق عندما تظهر ضحكة منك؟ يا إلهي، أنت شاعر يا هذا؟ أنا شاعر والهان، أكتب لك الأشعار منذ أن كنا صغار. إذن أغرب عن وجهي قبل أن تراك أمي فتقطعك إربا. لا يهم، فقلبي ممزق من سهام العشق، فأنا أغار عليك من أبيك وأمك وإخواتك وأصدقائك وأقاربك وملابسك. الجو حار. إنه حارق يا سلكمي، حارق إيه بس؟ الخلاصة، إحنا مش بنتريق على اللغة العربية دي أعظم لغة نزلت على وجه الأرض. لغة غنية وجميلة وقوية ورقيقة، لغة تعرف تقول بيها كل حاجة وبكذا مصطلح وبكذا معنى، فافتخروا بيها. وبدل يا أخويا أنت وهو ما بتتأمريكوا، اتعربينوا. يلا سلام.